البصيري رجل كتب شعرا، وهذا الشعر صارت قصيدة مشهورة ومنتشرة في جميع أنحاء العرب والدول المسلمة في ذاك الزمن إلى يومنا هذا، في الحجاز، في المغرب، في اليمن، حتى في مصر، لأن هذا الرجل أصله مغربي، لكنه نشأ في مصر وعاش في مصر في زمن الدولة العبيدية الفاطمية، مما يؤكد أنه أو يوحي لنا أن هذا الرجل له علاقة بما أورده في بردته. إيش أورد في بردته؟ أورد شركا وكفرا وغلوا. هذا الرجل اسمه محمد بن سعيد، ويلقب بشرف الدين الصنهاجي المصري المغربي، وهو على الطريقة الشاذلية، صوفي خرافي، وليس من أهل العلم، ولا يعرف العلم، ولا ذكره أحد من أهل العلم.